أول حكاية بتركز على البالانس، إزاي أصاحب أولادي وفي نفس الوقت يبقى فيه احترام وكنترول، أسيبهم يختاروا بس أبقى مشاركهم المسؤولية، يغلطوا بحدود ويبقوا فاهمين العواقب. أول حكاية مع شادي شريف. طيب علاقتي ببنتي أتمنى إنها تكون زي ما أنا شايفها، إن بحاول أكون صاحبهم. أنا ما عنديش بنت واحدة، عندي بنتين وولد، فبعملهم كلهم تقريبا نفس المعاملة. أملي كله إن أنا لما أكبر يبقوا هم عايزين يقعدوا معايا، مش أنا اللي بجبرهم يقعدوا معايا. ودي كانت دايما مشكلتنا مع أهالينا زمان يعني. فبحاول إن أنا صاحبهم جدا واحاول ان هم يعرفوا هم عايزين ايه من بدري على قد ما اقدر، وايا كان اللي هم عايزينه واسابورت القرار بتاعهم بنصايح طبعا، بس من غير ما اجبرهم على اي حاجه. قرار التعليم، قرار السفر بره، على قد ما انا ببقى حاسس ان هو انا عارف ان هو يعني بدأ ربنا يكون تجربه مفيده، بس دايما بشوف قرار السفر احب جدا ان هو يكون في حالة ان البنات عارفين هم عايزين ايه يعني، واللي هم عايزينه مش موجود في مصر. ولو موجود في مصر كويس يبقى يدرسوه هنا، لو مش موجود في مصر وموجود في حتة بره بس هم عارفين هم عايزين ايه، ساعتها سبورت القرار ده. بس زي ما بيقولك كده easier said than done. الكلام بيبقى سهل، بس وقت الجد وهي مسافرة، يعني وقت ما هي بقى خلاص وصلت 17 سنة وعايزة تسافر، وقرار السفر كان بتاعها. طبعا ترددت جدا لأن هي لسه مش متأكدة 100% هي عايزة ايه. وفكرة انها بنت وتسافر لوحدها ده عكس الثقافة بتاعتنا جدا. ف بس طبعا انا عارف ان التجربة ان شاء الله تكون مفيدة. الواحد بيبقى خايف بس ان يبقى في اي انفلونس مش كويس في وقت السفر، لان هو طبعا بيبقوا مسافرين لوحدهم، مفيش اي مش عايز اقولها رقابة، بس مفيش اي بروتكشن غير طبعا يعني دعوتنا دايما حتى الحماية الحقيقية ليهم جوه مصر او بره مصر هو ربنا بس. ف فكده كان القرار ان احنا نسفرها، وبنحاول ان احنا لما جينا ناخد قرار السفر ان هو يبقى محسوب على قد ما نقدر، يعني ان هي تبقى طالعة مش تبقى فاهمة ان هي مش entitled وان ده مش حقها الطبيعي. لا، ده في ناس كتيرة جدا لازم تكون مقدرة تجربة السفر. النهاردة السفر خصوصا بقى النهاردة بقى مع الدولار ومع العملة والكلام بيبقى حمل على الأهل. فمهم جدا ان الولاد يكونوا فاهمين ان الموضوع هم قد المسؤولية دي. فكرة سفر البنات بره، يعني زي ما بقولك كده ثقافتنا وعاداتنا وكده دايما للأسف، وانا ما بقولش دي حاجة انا حاجة مبسوط بيها، بس طبعا بندي أولوية للولد وبنثق في الولد أكتر من البنت. بس الكلام ده كان زمان. اعتقد النهارده كلنا ما بقاش عندنا الفكره بتاعت ان الولد احسن من البنت والكلام ده خالص، لان شفنا البنات عندهم كميه الانرجي اللي عندهم وكميه الحاجات اللي هم عايزين يثبتوها، تفوقوا على اولاد كتيره في مجالات كتيره قوي يعني. والعلاقه النهارده بقت البنت زي ما بيقول كده بنت ابوها، فالخوف بيجي بس من الحته ان هي تتأثر بأي حاجة. النهاردة احنا بنكرر نفس التجربة بتاعت اهالينا، يعني اهالينا كانوا دايما يقولوا علينا احنا جيل زي الزفت. فما مع اهالينا مع اولادنا بقى الموضوع بقى ان طبعا مع السوشيال ميديا ومع كمية الانفتاح اللي حصل بقى الموضوع مرعب عن زمان بكتير. فبنبقى خايفين من اي تأثير سيء، اي حاجة. احنا زمان كنا بنتفرج على التلفزيون، كانش عندنا غير قناتين في التلفزيون بس، الاولى والتانية، واهالينا كانوا عارفين قوي كويس قوي ايه اللي بيتعرض على التلفزيون. النهارده هم قاعدين في اوضتهم مقفول عليهم،
احنا كأهل قاعدين بره مش عارفين هم بيتفرجوا على ايه، مش عارفين ممكن يجي لهم اعلان عامل ازاي او حد يبعت لهم فيديو فيه ايه. فده بيبقى القلق بتاعنا دايما. الفكرة كلها ان اول ما الواحد بيوصل للاندرستاندينج بتاع ان ولادنا، احنا لا نملك ولادنا، احنا كل اللي نملكه بس ان احنا مجرد القناة او الشانل اللي هم جم عن طريقنا، بس لا نملكهم. فكل اللي نملكه بس ان احنا نديلهم النصيحة، وفي الاخر هم هياخدوا قرارهم ولازم يتحملوا مسؤولية قرارهم دوت. ففكرة سفر البنت الحمد لله، يعني انا بالنسبة لبنتي بدعي ان انا عندي من الثقة فيها كفاية ان هي تقدر تبقى مقدرة كويس قوي ان احنا بنتعب ازاي عشان هي تسافر. حجم كان في حاجة دايما كده ابويا كان بيقولها لي الله يرحمه، وكنت يعني وده اللي بكررها لهم. ابويا كان دايما يقول لي مش هتعرف قيمتك عندي غير لما تتجوز وتخلف، وساعتها تعرف قيمة كان بيقول لي قيمة الضنا عاملة ازاي. ف لا، عارف كويس قوي، حسيت باللي هو بيقوله دلوقتي كويس قوي، وبدعي ربنا ان هي تبقى قد المسؤولية ديت. فبالنسبة لي ما بقاش في فرق بين الولد والبنت خالص. اكتر حاجة عجباني في الجنريشن الجديدة ان هم عندهم understanding بدري قوي ان هو انا في الدنيا دي ليه، جاي اعمل ايه الاضافة اللي جاي اضيفها، انا عايز اعمل حاجة بحبها. دي اكتر حاجة عجباني. احنا وصلنا للكلام دوت في سن كبير قوي، يعني اعرف ناس عدوا ال40 وال50 ومره واحده حسوا هو ايه، بيبص وراه كده، هو انا ايه اللي انا ما عملتش حاجه بحبها، انا نفسي اعمل حاجه بحبها فعلا. زي ما بقول لك زمان كان بريشر من الاهالي، دلوقتي بريشر من الصحاب. واحنا كجيل دايما بقول بنربي عيالنا بطريقه مختلفه تماما عن اللي اهالينا ربونا بيها. مش معناه ان اهالينا وحشين خالص، بس معناها ان احنا عشان ناس كتير قوي عملت كارير شيفت وغيرت الكارير بتاعها بسبب ان هي كانت درست حاجات ما كانوش بيحبوها، فبنحاول ان احنا نغير الموضوع دوت مع اولادنا. فهم عندهم الحته ديت، بيسالوا اسئله كتيره جدا احنا ما كانش عندنا المساحه ان احنا نسالها. متمردين جدا على حاجات كتيره، ليها كويس وليها الوحش، بس في اكتر حاجه متمردين عليها التعليم، بالذات التعليم في المدارس. انا بدرس ده ليه، انا باخد ده ليه، ودي حاجه ما كناش عندنا المساحه زي ما بقول لك كده ان احنا نعترض عليها قوي، كنا مجبورين عليها بنسبه كبيره. هم بيسالوا. اكتر حاجه مش عجباني الثقه الزياده اللي عندهم. يعني زي ما بيقول لك في خط رفيع قوي بين الثقه والغرور، وده بتوصلي له مع الوقت ومع الخبره ومع التجربه. هم حاسين ان هم عارفين كل حاجه بدري قوي، وكل سن، ويعني انت قبل 20 حاجه، وفي 30 حاجه، وفي 40 حاجه. فهم النهارده لسه ما كملوش ال20 وحاسين ان هم عارفين كل حاجه. فدي اكبر مشكله عندي، ان هو لا، هم لسه ما شافوش حاجه من الدنيا خالص، ولسه هيشوفوا. مشكلتهم كلهم ان المعلومه بقت يعني وان كليك اواي، يعني هو بيدوسوا على زرار بس تشات جي بي تي فبيجي لهم المعلومه، فبيفتكر ان هو هي دي كده خلاص، هو مش محتاج يعمل مجهود في المعلومه. مفيش حد بيوصل لحاجه غير لما بيتعب. والنهارده بقت الكومبيتيشن بقت صعبه جدا، لان المعلومات بقت متاحه لكل الناس. زمان كانت المعلومات متاحه للي بيسافر بس، الاكسبوزد بس، اللي معاه فلوس ان هو اهله قاعدين يسفروه بره او يشوف او كده. النهارده المعلومه ممكن تبقى متاحه لحد في محافظه من المحافظات، فمعلومه متاحه للجميع. ايه اللي هيخليكي بقى تختلفي عن كل الناس؟ لازم تحطي مجهود، لازم تتعبي. اللي هيتعب بس هو اللي هيوصل. فهي الثقه الزياده دي بتخلي الواحد ساعات ما بيتعبش. طيب انا ما درستش بره. انا بدعي ان انا ما اتعلمتش خالص. يعني انا درست تجاره عين شمس، وقعدت فيها 8 سنين تقريبا، لان انا ابتديت شغل من عندي 14 سنه، وعملت اول حاجه كبزنس بروبر بزنس وانا عندي 19. فالتجربه دي كانت تجربه قويه جدا بالنسبه لي، ان انا اتمرمطت في الحاله العمليه بدري قوي. لو رجع بيا الوقت وان انا كنت اشوف اسافر بره ولا لا، بصراحه طبعا زي ما بقولك، يعني انا ما بندمش على حاجه، وما بقول ان كل واحد بيعدي بحاجات معينه هي اللي بتكون
شخصيته بتطلعه البني ادم اللي هو عليه النهارده. وانا الحمد لله مبسوط وراضي بنسبه كبيره على اللي انا وصلت له النهارده. لسه عندي طموح ان انا اعمل حاجات تانية. كل اللي كنت اتمناه ان انا كنت ادرس حاجه انا بحبها. لو كنت عارف من زمان ان انا بحب ادرس حاجه معينه، وده اللي انا بحبه، طبعا كنت احب ان انا ادرسها حاجه بره. لان اكيد كانت التجربه بقى السفر انت والواحد بيعيش لوحده وبيتبهدل وبيشتغل من بدري. يعني لو تجربه الشغل اللي انا اشتغلتها من بدري دي وانا صغير مع جامعه او دراسه انا بحبها، يعني اكيد كانت ممكن تخليني بني ادم احسن كمان يعني. بس الحمد لله على الواحد فيه دلوقتي. تجربتي مع يونيبال، اتمنى ان الكلام دوت يعني يوصل زي ما انا عايز اقوله كده بالظبط، وان الكلام ده مش اعلان، الكلام ده فعلا بقوله من كل قلبي. اول ما رحت اليونيبال بالنسبه لي ايجنسي هتاخد مني فلوس او ليها مصلحه معينه ان الولاد يسافروا. والكلام ده بصراحه اتغير تماما من اول قعده قعدتها مع علاء بالذات. لان انا راجل اصلا شغلتي بياع، فما قعدت معاه لا حسيت ان الواحد ده يعني دايما بقول فيه من علم البياعين، بياع يبيعلك اي حاجه، بيبيعلك يعني سمك في ميه حتى، والراجل ده بيبقى شاطر جدا. وفي بياع امين. علاء بالنسبه لي كان بياع امين، لان الاكسرسايز اللي هو عمله معاها هي كانت رايحه باحلام معينه، عايزه تدرس حاجه معينه في الاول. يعني كانت اقرب حاجه ليها، لسه مش متاكده مليون في الميه، بس هي دي اكتر حاجه كانت عايزه تدرسها. دخل معاها في ديسكشن، مناقشها كويس قوي في الحاجات اللي عايز تدرسها، لحد ما اقنعها واقنعني ان هي لا لازم تدرس حاجه تانية. هي كانت عايزه تدرس فاشن بزنس، فقعد يقول لها هو اتكلم معاها في كام فاشن براند موجود في مصر ناجح، وناجح بمعنى ان هو مش مجرد بس لا يعني براند شغال، لا براند كبير. فقال لها انت كده بتحصري نفسك في حته معينه قوي. ففي الاخر هي هتدرس بزنس، وقال لها بعد كده ممكن تعملي بقى ماينر فاشن بزنس. فكبر لها المجال وكبر لها فرصها، فانا اقتنعت وهو اقتنع، او هي اقتنعت يعني سوري. الحاجه التانية مثلا مش مجرد بس موضوع الجامعه، لا هو موضوع البوكيت ماني. هي طبعا بالنسبه لها عايزه اكبر رقم عشان صحابها، لان زمان دايما بقول زمان كان البريشر بيبقى كان من الاهالي. كل واحد فينا بيبقى متخرج هيدرس حاجه معينه عشان اهله عايزين كده، هيتجوز في وقت معين عشان اهله عايزين كده. دلوقتي البريشر بقى من الصحاب اكتر من الاهالي. فطبعا هي رايحه بقى باحلام انا عايزه بوكيت ماني قد كذا، فيقول لها عايزه بوكيت ماني ليه؟ البوكيت ماني ده كله الجروسري بقد كذا، هتخرجي مره في كل اسبوع تبقى بكذا. فعامل حسبته كويس قوي. فانا ما كنتش عارف اخش معاها في النقاش ده خالص، اللي دايما كل اي حد لما تيجي تكلم اي حد يقول لك ده كله بيعمل كده. احنا دايما كنا نعمل كده واحنا مع اهالينا، ده كلهم عاملين كده. بس هو عشان فاهم فبيخش معاها في الاكسرسايز دوت بتفاصيله كويس قوي. بالنسبه للسكن مثلا، ازاي تسكن في حته ما تبقاش متدلعه قوي، يعني حته قريبه بقى من الجامعه، لا هو عايز تسكن في حته بعيده شويه، مش بعيده دي انا بتكلم مثلا 20 minutes من الجامعه، عشان تاخد المواصلات او public transportation، عشان توفر برضو تاخد سكن مناسب يبقى كويس، وفي نفس الوقت ما يبقاش غالي قوي، وفي نفس الوقت تعيش الاكسبيرينس نفسها. فكلامه كان واحد ومفيش اي كوميتمنت. هو ده كان لذيذ كمان، يعني ده اللي مطمني جدا، ان هو احنا عملنا مع الاكسرسايز ده وممكن في الاخر احنا نسافرها لوحدنا او ممكن نروح لحد تاني خالص. فبصراحة التجربة كانت هايلة، وحسيت ان الراجل اللي بيبيع لي راجل زي ما بقولك كده البياع الامين. هو عايز مصلحة البنت اهم من مصلحته المادية كشركة او بتاع. هو مش فارق معاه الموضوع قوي، طبعا كلنا بنشتغل عشان نعمل فلوس، بس هو همه ان هو البنت اللي تطلع او الولد اللي يطلع يطلع بنسبة كبيرة قوي ما يرجعش. عشان في ناس كتير قوي اللي انا عرفت انه بيطلعوا بيجي لهم هوم سيكنس وبيرجعوا تاني. فكل ما تبقي عارفه القرار كويس قوي، عارفه التجربه نفسها عامله ازاي وملمه بكل جوانبها، ساعتها تقدري يوم لما تاخدي قرار السفر تبقي متاكده منه 100%. دي تجربتي مع يونيبال. طيب انا مش قادر اقول ان هي نصيحه للاهالي، لان انا واحد منهم، وهي موضوع بتبقى كل اقدر اقول لهم ان انا حاسس
بيهم قوي، بالذات الولاد الاهالي اللي عندهم ولاد في نفس سن بنتي. نفس الكلام اللي كنت قلته قبل كده، احنا اولادنا لا نملكهم، احنا كل طريقين هم جم عن طريقنا. كل اللي نملكه ان احنا نحاول نساعدهم على قد ما نقدر، ان هم يعرفوا هم عايزين ايه وبيحبوا ايه وشاطرين في ايه، وربنا خلقهم ادالهم ايه المواهب اللي عندهم، ان هم زي بيقول لك كده they're not born to fit in, they're born to stand out. ومهم جدا ان احنا كلام ممكن يبان بس ان هو كلام يعني مش عارف اقول اوصفه ازاي، بس اكتر حاجه نقدر نعملها كويسه لاولادنا ان احنا نتقي ربنا في تعاملاتنا مع الناس، لان ربنا هو اللي بيربي. زي بيقول لك كده يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. فانا ممكن اكون احسن بني ادم في الدنيا، بس ناجح بقى في شغلي وبتاع، بس مش بتقيش ربنا في تعاملاتي مع الناس، وساعتها النتيجة هتكون ممكن نشوفها في ولادنا. فأهم حاجة إن احنا نتقي ربنا في التعاملات مع الناس، وندعي ربنا إن هو دايما يكون هو الحارس، ونشجع ولادنا إن هم يعرفوا كويس قوي هم بيحبوا إيه وعايزين وشاطرين في إيه وإيه المواهب اللي ربنا اداها لهم، وده اللي نقدر نعمله، ونسيبها على الله بقى. حابب أقول إيه لبنتي قبل ما تسافر؟ سؤال صعب قوي. دايما بقول لها كده what feels right feels right. يعني قبل ما تعملي اي حاجه فكري كويس قوي قلبك بيقولك الموضوع ده حاجه صح ولا غلط. لو اهلي عرفوا هيبقوا حاجه دي فخورين بيها ولا حاجه وحشه مش هبقى حابه ان انا اعرفها لهم. لو هي دي بقت البوصله بالنسبه لك، وقبل اهلك كمان حتى بينك وبين ربنا، العلاقه بينك وربنا اهم من العلاقه بيني وبينك. ان الحاجه الصح بتحسي انها صح، والحاجه الغلط بتحسي انها غلط. فحاولي على قد ما كلنا هنغلط، كلنا بنعمل غلطات، بس حاولي على قد ما تقدري الغلط يبقى محسوب. انا بيرسونلي ما بحبش اعمل اي حاجه، يعني عملت غلطات كتيره في حياتي، بس الحمد لله ربنا بعدني على دايما بقول كده اي حاجه ممكن اعملها ما ينفعش ارجع فيها مش هعملها. فهي دي دايما الحاجه اللي بتخليني ابعد عن حاجات كتيره قوي كده اخاف ان انا اخش فيها، لان انا الرجوع منها صعب، فابعد عنها احسن يعني. وتعمل اللي بتحبه طالما ما بيأذيش اي حد. ودايما بقول لها كده، يعني ربنا خلقنا من عدله، خلق كل واحد فينا بفينجر برينت مختلف عن مفيش فينجر برينت زي مكررة في العالم كله. فمعناها ان ربنا خلق فيري يونيك بيرسونا، ادالك مواهب وادالك مميزات مش موجودة عند حد تاني في العالم، واي مين فعلا في العالم. صدقي في نفسك واغلطي، اللي انت مش هتتعلمي غير لما تغلطي، بس حاولي بس تبقى الغلط محسوب على قد ما تقدري يعني، بس كده.